كل عام وانتم بخير. النهارده عامله لكم كشري الفول بكل تكاته وحركاته. ما تنسوناش، لو لسه جداد في القناه ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل منكم كله جديد. يلا بينا عشان تعرفوا الكشري الفول ده اتعمل ازاي. يلا نشوف بالطريقه والمقادير وندخل الفيديو. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني ومتابعيني، بحبكم في الله. معاكم مروان. النهارده اعمل لكم كشري الفول، كشري الفول الاخضر، واقول لكم على المكونات. معايا هنا 4 بصلات متوسطين مقطعين وعليهم فلفل اسمر. معايا هنا طبق فول. معايا هنا مرقتين. معايا هنا كمون، شطة، ملح وسكر لتحمير البصلة. وهنا المكون السحري بقى اللي هو بودرة الزعفران. يلا بينا على النار نبدأ نشوف هنعمل الكشري ازاي. نزلنا اهو بالبصلة. انا محمية الزيت قوي عشان انا عايزة البصلة تحمر قوي اهو. كتري الزيت على قد ما تقدري لان هو اصلا الكشري ده بيحب فيه الزيت الكتير اهو. البصلة دي لازم تحمر قوي. حطي كمان زيت برضو. بصوا يا حبايبي اهو، البصله دخلت على لونها اهي، قربت. بس انا ما بعملهاش كده برضو، لازم تحمر خالص عشان الكشري معاكي يبقى لونه كهرمان كده وجميل. شويه كشري النهارده عسل عسل، هتجربوهم من ايد ام مران وهتدعولي. اهو البصله معانا اهو، شوفوا خلاص داخله على اللون اللي انا طالباه. هو ده اللون الحلو، بس ايه برضو هتغمقها شويه اهو. ما تفكروش ان هي اتحرقت، هي في الكاميرا غير اللي على البوتاجاز خالص اهو. بنزل بالمرقايه بقى تطعم البصله. معلقه السكر بقى اللي انا بحطها في الاول دي اللي انا قلت لكم عليها، هي اللي بتمنع التمريره بتاعه البصل. بيفضل البصل كده مكرمل كده ومسكر للاخر. انزل انا اهو بالفول. الفول ده انا كنت مفرزاه لسه السنه دي. كمان مرقايه تانية اهو. مش عايزه اقول لكم الريحه روعه روعه اهو. معانا الملح والشطه والكمون، وحطينا هنا معلقه السكر والمرقتين. ننزل بهم كده اهو. هنا بقى حطينا ايه ام مروان؟ هنا حطينا الميه والمكون الاساسي اللي بقول لكم عليه في الكشري الفول اللي هي بودره الزعفران. هننزل بيها كده. لو ملاحظين الميه لونها اصفر اهي، هو ده اللي هيخلي الكشري بتاعك غايه في الروعه. جربوه جربوه بقول لكم حكايه. ده بقى هسيبه يتكثف قبل ما احط عليه الرز واوريهولكم. بصوا احنا رجعنا تاني اهو اوريكم. بصوا اللون واقسم بالله كهرمان. اللون روعه روعه. شايفين شكله في الكاميرا اهو؟ هتشوفوا شكله النهائي اصلا لما يتحط على الرز. هو مش هيبان لكم دلوقتي اي حاجه، شكله النهائي لما يتحط على الرز اهو. ومعانا البيض بيتسلق على النار اهو، وهنيجي نحط عليه الرز واوريهولكم. انا تاني يا حبايبي اهو. شوفوا شوفوا الفلفل، شفتوا اللون اللي بقول لكم عليه؟ اغرفه لكم واوريه لكم اهو. فرفط وعسل عسل. يلا اغرفه تاني بعد ما غرفنا الكشري اهو، والبطاطس والشيبسي والعصير والبيض. الف هنا وشفا وتفضلوا معانا.